بوكيمون جو. أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون سلاحي المنيع. اللعبة اللي خلت أحلامنا حقيقية وقدرنا نصيد البوكيمون. بوكيمون جو لعبة واقع معزز، وهي من شركة نيانتك اليابانية اللي هي نينتندو، ونزلوا هاي اللعبة على الاي او اس والاندرويد، وهي من محرك اليونيتي، وتم اصدار هاي اللعبة في 6 جولاي 2016. طبعا نزلت هاي اللعبة في امريكا واستراليا ونيوزيلندا، وبعدين نزلت في اليوكي بريطانيا. طبعا نزلوها بعدد محدود من الدول لانه السيرفرات مالتهم صغيرة، وهم ما توقعوا هذا الموضوع انه يكون بهالكم الهائل من المستخدمين. وحصلت شركة نيانتك على 7.5 مليار دولار خلال يومين من تنزيل اللعبة، والمستخدمين أثارت هوسهم بشكل غير طبيعي، والتنزيل بشكل غير طبيعي. صفحات التواصل الاجتماعية انملت بوكيمونز. تعتمد اللعبة على GPS، انترنت، كاميرا. اللي عنده تليفون سيء بهيك مواصفات يا ريت لا ينزلها لأن حيكرهها. أقوى فائدة باللعبة إنك تمشي، أنت ما قاعد تلعب بالبيت، قال تمشي تمشي تمشي، وهاي تقلل من الكسل واستكشاف اللي حواليك. واحد أقوى سلبيات اللعبة اللي هي الحوادث. حوادث السيارات تقريبا هسه كلها بسبب البوكيمونز. طبعا هاي اللعبة وصلت للعرب. أولا هاي اللعبة بالدول العربية لم تتوفر بعدها يعني ما وصلت، بس العرب مصرين يلعبوها، وطبعا قدروا ينزلوها من مواقع ثانية غير البلاي ستور والاب ستور مثل ابتويد وغيره. وتقسموا اللاعبين العرب الى 3 انواع. النوع الاول اللي لعب اللعبة واستمتع بها بدون ما يدوخها. النوع الثاني اللي لعب اللعبة وسوى لنا تحشيشات على الفيسبوك وكوميكس واشياء حلوة.